ما زلتي اختي وبنتي ديري المقروض تاعك بالطريقه التقليديه. راه جاي الشهر الفاضل ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والخير. وتاني ان شاء الله العيد الصغير ديريه على طريقتي، ما غادي تنفخيه، ما غادي تبيتيه، ما غادي يضل، ما غادي يبات. غادي تروني منه وديري منه وطيبي منه وتعسلي منه وتاكلي. مرحبا بكم دائما مع خالتكم. جبتها لكم بطريقه مبسطه، ما ينحل ما يتفتت ويجيك معسل حتى للقلب. يلا تبعوني وشوفوا معايا الوصفه. نبدو على بركة الله، بسم الله. في وصفتنا والمقادير، المقادير تاعنا اش نحتاجو ليدام. انا هنايا غادي ندير بالكيله تاع البول، وانتم تبغوا ديروا بكوب، اللي تبغي ديري بكاس، تبغي ديري بحاجه كبيره كيما تبغي، واللي تبغي ديرها حتى مشروع الله يربح. جبت هنايا البول تاعي، حطيت فيه المارغرين اللي كنت مذوبتها، خليت زوج صباع، ومن بعد زدت عمرت فوقهم الزيت حتى فيضت كيما راكم تشوفوا، حتى فيضت كاع البقال البول تاعي، سمحوا لي. انا حطيت دو بول تاع ليدام. وهنايا غادي نجيب بنفس البول ولا الغرفيه، غادي ندير الماء والماء زهر بنفس الطريقه كيف كيف. الكيله اللي ديروا بها هاد المكونات غادي تكملوا بها. هنا درت الكيله الزوجه فيها الماء والماء زهر، وزدت معاها العطر تاع الماء زهر باش نعزز النكهه تاع الماء زهر تاعي، باش يجيني المقروض شباب ومعطر. وهنايا نجيبوا البراميكسر ولا البلندر اللي عندكم، وضربي هذاك الخليط حتى يولي لك كريمي، حطيه على جهه ومن بعد روحي للسميد. السميد هنا ما غاديش نديرو عشين ولا كاين اللي يقول له تشيشه ولا لا، غادي نديرو المتوسط. المتوسط راه فيه مولا شباب، في ماما شباب، وفي سفينه شباب. النوعيه اللي عندكم وتعجبكم ديروها. وقلت لكم بالبول اللي تبدو به السوائل كملوا به النواشف. حنا نبداو نحطوا البول تاعنا الاول، وغادي نزيد الزوج هنايا معاكم. ما غاديش نقبوه بناتي، غادي نعمروه ما كيما نقولوا مسطح. انا درت الثلاثه تاع الكيلات، وغادي نزيد الرابعه معاكم، وهنايا الخامسه بناتي. كما تبعوني غايه غايه غادي تنجحوا فيه. هذه السادسه والبول السابع. هنا كانت عندي حوالي 2 كيلو تاع سميد. انا ما درتلكمش بالكيلو، درتها لكم بالكيله. نجيب هنايا الفرينه. شوفوا معايا اش غادي نديروا فرينه نقبض المغرف تاع الماكله، ونعمرها كيما هكذا، ماشي معمره مقبه كاع جبل، لا، نعمرها غايه. حطيت 3 مغارف، زدت الرابعه، وزدت الخامسه، وزدت السادسه. غادي تقولوا لي علاه ما درتيش كل بول فيه مغرف؟ لا، انا قلعت مغرف باش يجيني هذاك هو سوا. درت هنا ديك القبصه تاع الملح ضروريه باش المقروض تاعنا يقعد لك شحال من يوم ما يخسرلكش ما يضببش. وزدت هنا درت له للنكهه، هنا اللي يبغي يديرها يديرها، واللي ما يبغيش تستغني عليها. درت واحد المغرف تاع قهوه تاع قرفه مطحونه. هنايا نجيب نخلط ديك السميد وداك الملح وديك شويه تاع القرفه، نخلطهم بصباعي كيما هكا حتى ندخلوهم في بعضهم. ونروحوا هنا لهذاك الخليط اللي درناه في الاول، نفرغوه كلش. ما غاديش نخلو كيما قلت لكم الكيله اللي ديروها عبروا بها. لو كان هو كاس تاع لاتاي نتوما، وكاين اللي تبغي تسيي، كاين اللي تبغي تقول لك بالك ما ينجح ليش بالك. ولكن هاد المقروض بناتي وخواتاتي، وحتى اللي قلت لكم تبغي دير مشروع في شهر رمضان، ما يتفتت لك، ما ينحل لك. قطعيه منا وطيبيه منا وعسليه منا وكوليه منا، يجي ما شاء الله المقروض، يجي شباب بزاف. نلمه كيما هكذا كيما راكم تشوفوا، راني مسرعه على فيديو. نلمه غير بصباعي، ما غاديش نعجنه ولا لا، غير نلمه هكذا. لموه غايه غايه، ندخل فيه كاع داك ليدام. شوف انا تحصلنا عليه طري. غادي تخافوا منه؟ ما تخافوش منه، غادي يجيكم ما شاء الله، يجيكم مقروض وعليه الكلام، سيرتو اللي تخاف من المقروض. هنايا بعد ما غطيته بالسيلوفان بابي تاع نقولوا تاع الاكل، حطيتها عليه كيما هكا، خليته مشي يريح غير بيد ما لميت هذيك كيما نقولوا البوطاجي ولميت. نجو هنا مباشره نخدمه. قلت لكم ديريكت من القصعه للمقله، ومن المقله خليه يبرد وكوليه بصحتك. هنا نجيب الكميه الاولى كيما راكم تشاهدوا بناتي وخواتاتي، وندير حربوش تاع المقروض العادي، ما غاديش نزيدو فيه، ما غادي نقصو فيه. حربوش تاعنا غادي نديروه كيما هكذا. وغادي هنايا غادي نقول لكم على واحد السر. هنا كي تبغي تلمي في الحربوش، لميه لميه بيديك هكذا، لميه دخليه في بعضها باش يخرج لك الهواء. هنا هذا التمر تاعي هنايا كنت ديجا حكمته، درته في الكسكاس للامانه، خليته قد ما تبخر شويه. قلعت له كاش علف هكذا، ولا كانوا فيه خاطش يجي مطحون ودي فوا يجي فيه العلف. قلعته له، درت له شويه تاع قرفه وشويه تاع مارغرين، لميته وخليته دلكته غايه غايه تحت يدي. وان شاء الله ندير لكم الطريقه كيفاش درته.
وخليتها في الزلافه وخليتها على جهه. كما قلت لكم زيروا على البودان تاعكم غايه باش كي تقعدي تقطعي فيه ما يجيكش هذاك الفراغ لداخل، وكتحطي في المقله ما يتفتتش. هذا هو البروبليم تاع المقروض، خرجوا له الهواء غايه. جبت هنايا ما درت لا مقروض طابع تاع مقروض لا والو، غادي نقطعه غير بالخدمه. ندير هنا هكذا زوج صباع. تبغي تصغري على هاد الحبه صغري، هذه تجيك متوسطه، تجيك ماشي كبيره وماشي ديك المقيرط، يجيك مقروض شباب الله الله. قطعت كيما هكا الكميه الاولى، غادي نزيد معاكم بوده واحد اخر وتشوفوا معايا كيفاش غادي نعاود نديره. لموه غايه قلت لكم بناتي، هذه نصيحه نعطيها لبنياتي المبتدئات. لميه بتحت يدك، انا ماشي تعجنيه، لميه حتى تحسي الخوا خرج لك الهواء، وانا نقول خرج لك من البودن تاعك. ونجيب الحربوش تاعي نحله في الوسط الطريقه العاديه، مزت فيها ما نقصت فيها، ودرت الحربوش تاع التمر. وتاني راني كيما نقولوا نحربش فيها هكذا ونقطعها بنفس الطريقه اللي قطعتها الاولى. حاجه سهله وبسيطه في وقفه ديريه. غادي تروحي تنوضي الصباح ديريه منه وطيبيه، والعشيه تشربي بقهوه. سيرتو اللي يبغوا المعسلات كيما هكا. انا كيما راكم تشاهدوا بناتي وخواتاتي قطعت الكميه الاولى، وغادي نخلي نروح نكمل باش نقلي. انا كملت كاع الكميه تاعي تاع المقروض وغادي نقلي. هنايا الزيت تاعي راه حامي، راه حامي بصح منقصت له النار. هنايا كي حمالي نقصت له النار باش ما يحرقليش. جبت هنايا الكسكاس هذا تاعي عندي طيب فيه تاع لا كوكوط، نحطه في الوسط بعد نرفد، بعد نحطه من بعد نرفد كي شغل نهيئه باه يطيب كيما هكذا. ندخله ونخرجه خاطر راه خضر والزيت راه حامي بزاف. كي تحطي الكسكاس تاعك ولا الشبكه تاعك في الزيت، نقصي النار، نقصيلها خليها هاديه. علاش؟ باش ما يطيبلكش من برا ويقعد خضر من الداخل. دي فوق تحلي الحبه تاع المقروض تلقيها خضره من الداخل. علاش؟ خاطر نصهدت من الفوق وقعدت خضره من الداخل. هنا بعد ما كما راكم تشوفوا طيبت الكميه، حطيتها مباشره في العسل مباشره وهي حاميه هكذا كنيا تتسمعيه يدير واحد الحس مباشره في العسل. هنا اللي تبغي خواتاتي وبناتي العسل، هذا عسل منزلي. اللي تبغي الطريقه تاع العسل تخلي لي كومونتير نديرها لبنياتي ان شاء الله. تستحقوا في رمضان، تستحقوا في العيد، تستحقوا. انا درتها كيما هكذا وهذه هما. نخلي الكميه تاعي تاع المقروض تتعسل لي غايه حتى ندير كونتيتي مليحه، نروح نصفيها ونعاود عفوا نديرها في الكسكاس دكتور ونعاود ثاني نزيد الكميه الاخرى. شتو طريقتي في الطياب تاع المقروض هذا هو. نتمنى ان شاء الله وصفه تاع اليوم ان شاء الله تاع المقروض تعجبكم وتجربوه. جربوه غير كيلات صغار اللي ما تعرفش دير المقروض وينجح معاكم وان شاء الله ينجح معاكم. جربوا الشيرات ما تخافوش. هنا بناتي وخواتاتي راني نكمل في القريان مباشره، نحط في العسل كما قلت لكم. وراني هنا جبت كسكاس نحطها هكا على باش يستكتر لي من العسل، ونعاود الغدوه من داك نعاود نعسله. واللي يبغيه ناشف يخليه يدير له مره ما يزيدش. نعسلوا المقرط تاعنا غايه خلوه يدخل فيه العسل، ماشي نحطوه ونقلعوه، لا خلوه حتى تكملي الكميه. هذا هو المقروض تاعنا بناتي خواتاتي. شوفوا كي جا. كنت باغي ندير له شويه تاع الجنجلان للتزيين ولكن ما وجدنيش. نتوما اللي عندكم شويه جنجلان ديروا له يجي ما شاء الله. غادي نحل لكم حبه كيفاش يجي من الداخل، يجي معسل للقلب ويجي طري تقولي عليه بسبوسه ماشي مقروض. شوفوا بناتي وخواتاتي ما شاء الله. تمر تاعه طري المعسل للقلب ويجي يتفتت غير وحده. نتمنى وصفة اليوم ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بناتي وخواتاتي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في وصفة اخرى ان شاء الله.